السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع مهم جدا، ويعني حصل كتير بعد تطعيمات كورونا، سواء بأنواعها طبعا، سواء أسترازينيكا أو موديرنا أو فايزر أو ما إلى ذلك. إيه هو موضوعنا النهاردة؟ الموضوع النهاردة هو الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية. ايه هي السكتة الدماغية او الجلطة الدماغية؟ وممكن تسبب الوفاة على طول ولا لا؟ ايه تأثيرها على الجسم؟ وايه اعراضها؟ وازاي ان احنا نعالجها؟ في البداية، يعني ايه سكتة دماغية؟ هو السكتة الدماغية هو توقف جزء في الدماغ عن العمل. طب ليه؟ عشان ما بيوصلوش الدم بكفاءة، فما بيقومش بدوره. طب ما بيوصلوش الدم بكفاءة ليه؟ طب الدم فيه ايه عشان يوصل له؟ فيه اكسجين وفيه الغذاء عشان يقدر ان هو يشتغل. طب ايه اللي بيمنع الدم؟ حدوث جلطة او حدوث نزيف. يبقى في جزء في المخ عطلان ما بيوصلوش الدم، والدم ده فيه الاكسجين وفيه الغذاء، فعشان كده الجزء ده ما بيشتغلش. دي السكتة الدماغية. طب ده هو كده عن الدماغ كله؟ لا، هو في الغالب بتبقى جزء بس. الجلطة لما بتحصل أو النزيف بيبقى في جزء بس، مش في كامل الدماغ، إلا بقى لو بعد الشر بقى حادثة جامدة وقع على دماغه أو حاجة بعد الشر، آلة حادة دخلت في الدماغ أو ما إلى ذلك، دي نقطة تانية. لكن اللي احنا بنتكلم عليه هي الجلطة أو السكتة الدماغية. طيب هو دلوقتي احنا عرفنا منه نقطتين، إما إن بيحصل جلطة أو بيحصل نزيف. طيب الجلطة بتحصل ليه؟ إيه هي أسباب حدوث الجلطة؟ زي ما قلنا في بداية الحلقة، التطعيمات بتاعت كورونا. التطعيمات سببت ستروك، جلطة في الدماغ، والناس كتير جدا. عشان كده كان بيقولك لازم تمضي قبل ما تاخد التطعيم. ليه؟ الوزارة مش مسؤولة عن أي حاجة يعني خاصة بالتطعيم، إن هو في منه مشاكل. طبعا تم أخد الأبروفال أو الموافقة بدون الاختبارات الكاملة والاختبارات السريرية الكاملة. حتى اختبار فايزر ما يعني هو ما كملش 50,000 حالة اتجرب عليها. هو كان أكتر حاجة، أكتر عدد اتجرب بس هو برضه ما كملش. النقطة التانية، المشاكل أو السايد افكت، الأثر الجانبي بتاعه طبعا ما تمش الإعلان عنه كاملا يعني. فهي دي كانت أحد الأسباب، وده اللي زود يعني حالات الجلطات الفترة الأخيرة. طيب في إيه كمان؟ ارتفاع ضغط الدم. يقول لك فلان قلنا له الخبر لقينا بقه اتعوج واخدناه على المستشفى، قال لك جاله جلطة في المخ. طيب ارتفاع ضغط الدم، يعني مرضى ضغط الدم دلوقتي هم الأكثر عرضة بالجلطات؟ اه. طب هم بس؟ لا، في حاجات تانية طبعا كتير. طب ليه ضغط الدم؟ لأن ضغط الدم لما بيزيد جوه الأوعية والشرايين أو الأوردة الأوعية الدموية بصفة عامة، بيسبب إجهاد وضعف. الضغط لما بيزيد بيحصل استرتش أو بتتمدد شوية، فكده هو بتبقى أرق. لما الأوعية الدموية الضغط بيزيد جوه الأوعية الدموية وبتتمدد طبعا عشان تتناسب مع الضغط دوت، المسألة ديت بتأثر عليها وبتجهد طبعا الأوعية الدموية وبتعمل فيها طبعا ضعف. ده مسألة ضغط الدم. طب ايه كمان؟ الناس اللي عندها مرض السكر وبتهمل. طب ليه مرض السكري؟ لأن السكر أصلا أنت لو شفته يعني هو بيبقى عامل زي السكينة المشرشرة كده هو شوية، فبيسبب تجرحات. فلما بيزيد قوي في الجسم مع الإهمال ومبناخدش الأدوية وما بنقس ومفيش التزام، بيأثر طبعا وبيأثر جامد على الأوعية الدموية، فده اللي ممكن يسبب الجلطة. طب في إيه كمان؟ ارتفاع الدهون في الدم. الدهون اللي هي إيه؟ الكوليسترول، الدهون الثلاثية، الدهون الضار، ال LDL. طب ال HDL؟ لا، ال HDL ده حاجة كويسة، دي دهون حميدة، دي حاجة كويسة ودي دهون حميدة مفيش منها مشكلة. لكن المشكلة في التلاتة دول لما بيزيدوا، هو ده بيأثر طبعا على القلب وبيأثر على الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، إن هي تتراكم على جدار الأوعية والشرايين وتخليه مش مطاط، ما يزيدش أو ما يقلش مع ضغط الدم. أنت وارد تلعب رياضة، تعمل مجهود، تسمع خبر وحش، تسمع خبر حلو، المسألة دي بقى إن هي تتصلب، تبقى صلبة، مفيش استرتش، مفيش تمدد فيها، هو ده اللي يعمل المشكلة، وده بسبب الدهون.
في ايه كمان؟ التدخين ومشاكله. طب التدخين ده ايه؟ ده سجاير ولا ايكوس ولا فيب ولا شيشة التدخين بأنواعه كلها بيسبب المشاكل دي. ليه؟ ان هو بيزود لزوجة الدم، بيزود لزوجة الدم. حتى لما بنعمل حجامة لحد ونلاقي الدم طالع غامق أوي من ناحية الرئتين، فضلا عن ان الرئة اصلا من جوه يعني بيحصل تشريح او كده وتبقى حد مدخن تلاقي الرئة من جوه مسمرة مسودة بسبب التدخين. مش مصفرة زي الأسنان المدخنين، لأ، تلاقيها مسودة زي ما تشوفها كده على علب السجاير ويكتب لك التدخين يسبب الوفاة وبيسبب سرطان الرئة. هي نفس النقطة، هي التدخين مضر جدا وبيخلي فيه لزوجة عالية في الدم. طب لزوجة الدم يعني ايه لزوجة الدم؟ زي كده الفرق ما بين المية وبين العسل الأبيض. العسل الأبيض تيجي مثلا تدلق من البرطمان تلاقيه لزج، لكن المية بتنزل بسرعة، هو ده الفرق، دي درجة اللزوجة. طيب في ايه كمان؟ السمنة وقلة النشاط البدني. الناس اللي بتحب تاكل كتير جدا وما تتحركش، طب كده هو الدورة الدموية مش شغالة سليمة. اللزوجة كمان، اللزوجة بتاعت الدم بتبقى عالية، يعني الكوليسترول والدهون الثلاثية والدهون الضارة والحاجات دي كلها بتزود اللزوجة بتاعت الدم. طيب في ايه كمان من الأسباب؟ في أمراض القلب وخصوصا الرجفان الأذيني. هو ده ممكن يسبب الجلطة أو ممكن يسبب الجلطة في القلب، والجلطة لو حجمها صغير ممكن تطلع للدماغ. هي دي المشكلة. ايه ده؟ هي الجلطة ممكن تحصل وتتحرك؟ ممكن تحصل وتتحرك، ممكن تبقى في الرجل كمان نتيجة حادث أو ما إلى ذلك، وما يتمش طبعا الفحص الكويس بعد الحادثة أو بعد المشكلة أو الخبطة، والجلطة تتحرك تطلع للقلب تسد وتسبب الوفاة. زي برضه ممكن تحصل في القلب وتطلع على المخ وتسبب السكتة الدماغية. هي دي المشكلة. طيب في ايه تاني؟ لزوجة الدم. طب احنا قلنا لزوجة الدم دي بتيجي من التدخين، لا هي بتيجي من أكتر من حاجة. لزوجة الدم بتيجي أكتر من حاجة، ممكن التدخين، ممكن الدهون الزايدة، ممكن مرض السكر، ممكن ارتفاع ضغط الدم، ممكن طبيعة الأكل والدهون النباتية. والدهون النباتية دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدا، إن هي من أسباب الأسباب الرئيسية لحدوث الجلطات، الدهون النباتية. لكن الدهون الحيوانية الطبيعية دي لأ، دي مفيش مشكلة منها خالص وكويسة وصحية للجسم. بس طبعا دون إفراط، يعني ما نفرطش في أكل الحاجة وناكل كميات كبيرة، خلينا في المعقول، وخصوصا لو السن كبير وفي أمراض مزمنة وما إلى ذلك. طيب الحاجات دي وارد إن هي تحصل إمتى؟ هي وارد إن هي تحصل مع التقدم في العمر، السن الكبير. ليه؟ الجسم بيكون تعب، الأوعية والدموية بتكون تعبت القلب بيكون تعب، بقاله كام سنة بيضخ ما بيتوقفش لا صبح ولا ليل ولا نايم ولا صاحي. النقطة التانية القابلية الوراثية، لو عندك حد في العيلة حصل له الموضوع دوت. طيب لو أنا عايش مع حد وباكل وبشرب زيه وحصل له كده، لا ده نذير شؤم عليك. ليه؟ لأن الاتنين بيبقوا قاعدين مع بعض وبياكلوا وبيشربوا وعايشين نفس العيشة. لو عملت تحليل لده وعملت تحليل ده هتلاقي النتيجة كوبي بيست، ده زي ده، لكن ده جسم مستحمل شوية قبل ما تحصل عن دوت. هي دي النقطة، فدي نخلي بالنا منها، مسألة القابلية الوراثية والتعايش ده بيبقى نذير شؤم، تخلي بالنا من النقطة دي جدا. في حاجة كمان، هو تأثير الجلطة بقى على الجسم. احنا دلوقتي بعد الشر حصلت الجلطة، تأثيرها ايه؟ الجلطة بتاعت الدماغ بتختلف طبعا بحسب مكان الجلطة وموضعها وأي جزء بتغذيه في الدماغ. في ناس لما يجيلها ممكن تأثر على النطق، يبقى الجسم كويس جدا، بيمشي كويس، بيحرك ايديه الاتنين كويس، لكن النطق يعني انت تقول الحمد لله عادي، هو لا ما يقولهاش كده، يقول الحمد لله. دي اكتر حاجة ممكن هو يعرف يطلعها. الكلام ما بيبقاش مفهوم لان اللسان ذات نفسه بيبقى منمل. عارف كده بتقعد على رجلك فترة طويلة بتنمل، هو برضه منمل، ممكن جزء برضه مع الوش يبقى منمل، وممكن يتشخص غلط يقولك بالعصب الخامس أو السابع والكلام دوت. طيب هو الجلطة بتيجي في الدماغ كلها؟ لأ، يا فص يمين يا فص شمال. طيب النزيف، لا النزيف هو اللي ممكن يحصل يعني في الجنبين مع بعض، بس دي بتبقى حالات قليلة جدا. يعني يحصل نزيف فص يمين أو الشمال. طبعا الفص اليمين بيأثر على الجنب الشمال، والفص الشمال بيأثر على الجنب اليمين اللي هو الشق اليمين.
طيب واحنا قلنا دلوقتي ممكن يأثر على النطق، ممكن يأثر برضو على الشق اليمين، تلاقيه ايده اليمين فيها تقل ورجله اليمين فيها تقل لو جت في الفص الشمال. ممكن العكس، لو جت في الفص بقى اليمين هتأثر على الجنب الشمال. طب هي لازم ما دام أثر في الجنب الشمال يبقى الإيد ورجل؟ لأ، ممكن الإيد تبقى كويسة ممكن الرجل لأ، ممكن العكس. الإيد لأ والرجل تبقى كويسة. ممكن تأثر تأثير جزئي، يكون مثلا عنده انزلاق غضروفي كمان في فقرات الرقبة ومأثر والجزء ده كله منمل، وتيجي معاه الجلطة في الفص الشمال تلاقي فيه تقل جامد في الجنب دوت. هو تأثير جزئي بسيط، بس عشان في مشكلة تانية فالمشكلة مضاعفة عنده، المشكلة مزدوجة. هي دي المسألة أو النقطة. طيب احنا دلوقتي عرفنا التأثير ومشاكل النطق ومشاكل الحركة وما إلى ذلك. العلاج إيه؟ العلاج فيه أدوية بيبقى فيها مادة البلازمينوجين. المادة ديت هي بتفكك الجلطات، بتعمل على تفكك الجلطات. طبعا المادة دي موجودة طبيعية في الجسم، ودي بتطلع بعد الحجامة. الحجامة بتخلي البلازمينوجين يتحول للبلازمين اللي هي الصورة الفعالة ليه، ودي بتفكك الجلطات. لأن ضغط الدم بيقل بعد الحجامة. فالحجامة من الحاجات الجميلة جدا والمحمودة العواقب في مسألة الجلطات وفي التحسن كمان بتاعها، عشان بتحول البلازمينوجين للبلازمين للصورة الفعالة وبتفكك الجلطات الموجودة في الجسم. حتى لو الجلطات دي احنا مش حاسين بيها او مش عاملة تأثير او كده هو، حتى لو مش حاسين بيها ومش عاملة تأثير، بالإضافة ان هي بتخفض ضغط الدم وبتزود سرعة جريان الدم في العروق والشرايين، وبتعمل ريبيرنج او تحسين لوظائف الأوعية الدموية. طيب احنا قلنا كده هو العلاج بالبلازمينوجين او الادويه اللي تحتوي على البلازمينوجين اللي هي مفككات الجلطات، ودي يفضل طبعا تبقى لو هتاخدها ادويه تبقى في اول 4 ساعات من تشخيص من حدوث الجلطه، مش من التشخيص. التشخيص ممكن يتاخر، بس ديت لو اتلحقت في الغالب بتجيب نتيجه عاليه جدا. طيب هي ما اتلحقتش، في ايه علاج تاني؟ ممكن القسطره اللي هو بندخل بالقسطره او بالتيوب وبنحاول ان احنا نشفط او نسحب الجلطه ديت. طيب في أدوية السيولة برضو بتساعد إن الموضوع ما يتفاقمش عند اللي جاله جلطة، وبتقلل حدوثها عند اللي الحمد لله ما جالوش، وده مع السن الكبير، ودي بينصح بيها. بس نخلي بالنا طبعا من الأدوية، إن بعض الأدوية ممكن تسبب مشكلة. في بعض الأدوية ممكن تسبب مشكلة، خصوصا الناس اللي عندها جرثومة معدية أو قرح في المعدة وكده، خصوصا مع الأسبرين بورتيك اللي هو بيقلل الميوكس بتاع المعدة، فبيعمل مشكلة. الميوكس ده اللي هو المخاط اللي حوالين المعدة، عشان طبعا المادة الهاضمة بتبقى حمضية فجدار المعدة ما يتهدمش أو ما يتأثرش عليه. فنخلي بالنا من النقطة ديت، ولو عندنا المشكلة دي بنقول للدكتور بيكتب لك حاجة تانية للسيولة مختلفة. طبعا طب اللي بيجيله جلطة دوت فيه علاج ليه تاني؟ ممكن طبعا جلسات العلاج الطبيعي عشان نحافظ على الأعضاء اللي هي ما بتتحركش ديت، لازم يحركها له ولازم يجري الدم فيها عشان بعد الشر ما تموتش خالص لو هو مش مستجيب للعلاجات. طيب احنا قلنا دلوقتي الحجامة بتجيب نتيجة كويسة. في حاجة مع الحجامة تقدر تساعد؟ طبعا هي الحجامة طبعا هتشيل أغلب الجلطات لو اتعملت بطريقة صحيحة، هتشيل أغلب الجلطات الموجودة في الجسم، هتشيل الأثر كبير من التدخين سواء من الرئة أو من الدم والدم اللزج، تخفض لنا الكوليسترول، دهون ثلاثية، LDL، الدهون الضارة. كمان في حاجة كمان مع الحجام بتساعد في الفصد، بس هو الفصد دوت ان احنا بنسحب حقنة من عروق معينة، دي بتنشط الأعصاب جامد وبتفكك برضو الجلطات. بس هو الفصد ده محتاج يعني حلقة لوحده، وإن شاء الله نفرد له حلقة لوحده. ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبهولنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. وما ننساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب، وكذلك في البيج أو الصفحة على الفيسبوك والإنستجرام. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.